هل قاوم عبد الله أوجلان أم استسلم؟ الجزء الثاني. أوجلان باع أي من أصدقائه للدولة التركية. كانت علاقات أوجلان مع الدولة التركية تثير شكوكا جدية دوما، إلا أن هذه الشكوك تبددت لدى عودة أوجلان لحضن تركيا في 15 شباط عام 99، فلم يلاحظ في أي ظرف أو وقت أو بيئة أن أوجلان يرى الدولة التركية عدوا له إطلاقا، ولم يتردد في التفاوض معها قطعا، بل أهدى أهم أسرار البكك لتركيا على طبق من ذهب وبكل هدوء وأريحية. لهذا فلا يؤخذ أي إنسان على اعتقاده بأن أوجلان عاد لحضن تركيا بمحض إرادته، فهذه المعلومات تظهر بوضوح خلال مقاطع الفيديو وكتابات أوجلان ولقاءاته. فعندما نسدل اليوم الستار عن أقوال أوجلان هذه، يستاء أتباعه وأنصاره ويتهمون من ينشرونها بالخيانة والعمالة، علما أن أوجلان نفسه ومن كان في غاية السخاء والكرم بتزويد الدولة بأهم المعلومات السرية البككة. ولا يتساءل هؤلاء لماذا قام من وجه أطفال الكرد نحو الموت بسرد أسماء من تعاون مع البككة أو أصدقائها أو قدموا خدمات جليلة لها كالببغاء أمام القضاء التركي. لماذا تخونون من يتساءل عن حقائق هذه الأسرار دون من قام بها؟ فالانتقاد والمساءلة يحققان الحرية والعدالة، فمن حقنا أن ننتقد ونحاسب من وجه أطفال الكرد نحو الموت والهلاك وبدون وجل. لماذا قلت لدى اعتقالك أمي تركية؟ ولماذا أبديت استعدادا منعدم النظير لخدمة تركيا ودون مقابل؟ فلكل كردي الحق في مساءلة أبو هذه الأسئلة وانتقاد موقفه الهزيل هذا أشد الانتقاد. تعالوا لنحقق في إفادات عبد الله أوجلان بين 16 و21 شباط أمام قاضي التحقيق. أوجلان يكشف للدولة أسماء من قدم مساعدات مادية للبككة. القاضي يسأل: هل ساعدتم الحرفيين أو الجمعيات أو التنظيمات التي قدمت لكم مساعدات في تركيا منذ عام 90 في استحصال المشاريع من الدولة أم لا؟ وهل استحصلتم أي مساعدات أو ضرائب من هؤلاء؟ أيا ترى ما كانت وظيفتكم ومهمتكم في التجارة بالمخدرات في إقليم زاغروس؟ وكيف كانت طبيعة علاقاتكم رفيعة المستوى مع المافيا؟ شروع أوجلان بالكشف عن الأسرار والكلام حول سؤال القضاء دون أدنى تردد لحماية أصدقائه قائلا: عبد الله أوجلان ما بين عامي 91 و 93 كانت بعض الأموال تؤخذ من الحرفيين وأصحاب الأعمال في المنطقة تحت اسم واردات التنظيم، فعندما كان شركات المقاولات تستخدم قوة تنظيماتنا كنا نأخذ منها حصتنا. فعندما بدأت هاليس توبراك ببناء المعامل قلنا لهم: لو بدأتم بإنشاء المعامل هنا فستدفعون ضريبتكم، أي بأنكم ستدفعون الضرائب لتنظيماتنا. وأخذنا منهم مبلغا من المال لا أعرف قدره بالتحديد، كونه كانت مهمة كوادرنا الذين يجمعون الأموال في الأقاليم المختلفة. كما تلقى تنظيماتنا في المنطقة أموالا ومساعدات من معامل تكسير الحجارة التي يديرها علي رضا سبتوغلو مع عائلته باسم التنظيم، لا أعرف المبلغ بالتحديد. كما أخذت مؤسساتنا الإقليمية أموالا من شركة جيلان هولدينغ ولا أعرف ذلك المبلغ أيضا. وكانت تنظيماتنا تقوم بعملية قبض الأموال بهذا الشكل في كافة المناطق والأقاليم، بل حتى بهجت جان تورك كان يساعد تنظيماتنا. كما استحصل تنظيم أموالا من جهانجير آغا في جبر ومن يحملون لقبهم ترك وقهرمان في ميردين. عدا هؤلاء استحصلنا الكثير من الأموال من العديد من أصحاب الحرف والمعامل لا أعرف أسماءهم. كما كنا نأخذ الضرائب حول تجارة الترياك بمنطقة باشكالا بجولاميرك، وكذلك تجارة السلاح والحيوانات. وكان عثمان أوجلان باسم الحركة فرهاد يأخذ الضرائب والأموال من الناس باسم التنظيم. كما كانت عملية أخذ الضرائب تمارس في المناطق الحدودية باسم الوحدات الجماركية، وكانت مؤسسة الجمارك منشغلة بهذه الأعمال، وكل تنظيم يزاول مثل هذه الممارسة والأعمال. وكان رفيقنا سنان يضع الأموال التي تستحصل تنظيماتنا في أوروبا في البنوك السويسرية، وهذا الشخص أي سنان كان منشغلا بالشؤون المالية وهو من نصيبين ويعمل في مات تي في أيضا. كما أن الأموال التي ضبطت مع حيدر أبابا في بلجيكا كانت ملكا لتنظيماتنا. أيا ترى من هو بهجت جان تورك الذي تحدث عنه أوجلان؟ بهجت جان تورك والذي تحدث عنه أوجلان هنا كانت شخصية معروفة شهيرة بين الكرد،
وهو من أهالي آمد لوجي. تم اغتياله من قبل قوة للدولة التركية في 14 كانون الثاني عام 94. فقد قالت هانسو تشيلر في كلمتها يوم 4 تشرين الثاني عام 93 بأن هناك لائحة لأصحاب الحرف الكرد الذين قدموا مساعدات للبككة، وتضم اللائحة نحو 60 اسما، وأن الدولة ستحاربهم كما تحارب البككة. وقد اغتيل بهجت جان تورك ضمن هذه الحرب للدولة. وقد سأل قاضي الدولة التركية أوجالان سؤالا حول هذا الموضوع أيضا. القاضي حول صحيفة أوزغور جوندامي في إسطنبول: ماذا تقولون بصدد علاقاتها مع التنظيم وكذلك مساعدات بهجت جان تورك للتنظيم؟ عبد الله أوجالان: كنت أنشر المقالات في صحيفة أوزغور جوندامي باسم علي فرات، وكان بهجت جان تورك يمتلك نسبة 25% من أسهم الصحيفة، والأخرى كانت لشركاء، إلا أنها عموما كانت ضمن إطار التنظيم، كانت تحت سيطرتنا، وكانت تعمل بالتنسيق مع ممثلنا في أوروبا بالارتباط مع مكتب أرينكي. فأوجالان استساغ وبرر ما قامت به الدولة التركية بهذا الشكل خلال اعترافاته أمام القاضي التركي، واعترف بأن جان تورك كان شريكا ماليا للبككة. البككة: كنا نأخذ الأموال من إبراهيم طاطلس عنوة وبالقوة. القاضي: نعلم جيدا أن لكم جمعيات وأحزاب وعلماء وأساتذة جامعات وفنانين وحقوقيين يقدمون مساعدات لتنظيمكم، وقد شاركوا بأنشطة مختلفة داخل البلاد وخارجها في محافلكم ومناسباتكم. عبد الله أوجالان: كان بعض الفنانين يشاركون في حفلات مات تي في، وهذا كان بمثابة دعم لنا، من بينهم فرهاد تونج وأحمد كايا وشوفان برور. وفي التسعينيات كان رفاقنا يأخذون الأموال من إبراهيم طاطلس بالعنف والقوة. نعم، سمعت بهذا وكنت على علم به. ففي كانون الأول عام 98 قام هالوغ جرجر بزيارتي في منزلي بروما، وقد نشر اللقاء في مقال صحفي. كما زارني في روما كل من المحاميين شرف الدين كايا وسرهاد بوجاك. هذا ولم يكتفي أوجالان بذكر هذه الأسماء وحدها خلال اعترافاته أثناء التحقيق فحسب، بل كشف العديدين، حيث كشف أوجالان أسماء العشرات من الفنانين والسياسيين والكتاب وغيرهم من الشخصيات للدولة. نعم، قد تكون الدولة على علم بالعديد من هذه المعلومات، إلا أن ما قام به أوجالان وبمثابة انعدام كرامة وانحطاط لمن يحسب نفسه قائد حزب أو زعيم أمة. فالكشف عن هذه الأسماء للدولة وبهذا الأسلوب قمة الانحطاط المبدئي والانهزام أمام العدو. فمن لم يكن مبدئيا أمام العدو لن يكون مبدئيا أمام أي كان. فموقف أوجالان هذا يبرهن الآتي: رغم ما تقدموه من عون ودعم وأي شيء آخر للبككة، فأنتم سلع رخيصة للبيع في بازارات البككة متى ما اقتضت الحاجة.